تحليل على السريع. النادي الاهلي قدر يفوز على نادي الشرقيه انبي بنتيجه 3-2 بريمونتادا تاريخيه ومن غيره ماستر اوف سسبنس اللي هو بلس 90. النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي عنده روح القتاليه في بدايه المشوار في بطوله الدوري هذا الموسم علشان يعوض اللي عمله في الموسم اللي فات. اهلا بيكم في هجمه مرتده على قناه باص الميدو. النادي الاهلي نزل بتشكيله 4-4-2 امام شرقيه انبي، ونادي الشرقيه انبي نزل بتشكيله 4-2-3-1. عموته عامل اداء ولا اروع على النادي الاهلي في بدايه المشوار، وفي فتره الاعداد النادي الاهلي عمل اداء ولا اروع في فتره الاعداد، وكل اللعيبه كانت جاهزه بدنيا وفنيا وذهنيا في اللقاء رغم بدايه اول 20 دقيقه. ده طبيعي جدا بتحصل، بس تدارك الاهلي الموقف. نادي الشرقيه انبي قدر ان هو يحرج النادي الاهلي، ان هو ابتدى يخش في الجيم ووصل فعلا في الجيم ان هو في الدقيقه 17 قدر علي ايهاب من تصويره ولا اروع من خارج ال 18 صوبها على مصطفى شوبير وتسكن الشباك. بعد كده ان الشرقيه انبي يسكت، لا ما سكتش، راح تحتسبت له ضربه جزاء في الدقيقه 23 عن طريق محمد حمدي وللاسف اهدرها، فلسه النتيجه 1-0. وبعد كده بعد ضربه الجزاء مباشره محمد عصام في الدقيقه 24 يحرز الهدف الثاني، وتبتدي المباراه بهذا الشكل الغريب والعجيب والصدمه لجمهور النادي الاهلي. لكن جمهور الاهلي ما وقف قدام الفرقه وساند اللعيبه من اول الصدمه لحد اخر المباراه. في الدقيقه 34 بتصويبه ولا اروع من مروان عطيه من بره ال 18 تسكن شباك الشرقيه انبي. وبكده قلنا كلنا ان النادي الاهلي هيرجع، لان احنا عارفين قتاليه وعزيمه ورجال النادي الاهلي ان هو معروف دايما ان هو دايما بيرجع في اللقاء. ينتهي الشوط الاولاني بنتيجه 2-1 لصالح الشرقيه انبي. تدارك الموقف حسن عموته بطريقه ذكيه وبطريقه يقول لك ان فعلا المدرب ده مش سباك، لا ده مدرب فاهم هو بيعمل ايه. وفعلا اداره نادي الاهلي عرفت اخيرا تجيب مدرب كفء من غير يكون عنده سابقه قبل كده في الدوري المصري. اكتر النجوم البارزين في النادي الاهلي النهارده امام الشرقيه انبي رغم في بدايه اللقاء ما كانتش احسن حاجه للنادي الاهلي هو اشرف بن شرقي. نسخه اشرف بن شرقي مع حسين عموته احسن نسخه لما كان حتى في الوداد. في الشوط الثاني في بدايه اللقاء حصل تغييرات النادي الاهلي هي اللي اسفرت عن الشكل والاداء النادي الاهلي بالظبط. هتيجي من اول الدقيقه 62 عموته لقى ان فكره خطه 4-4-2 مش ماشيه مع النادي الاهلي ضد فرقه الشرقيه انبي، فراح راجع نفسه وخلى الطريقه 4-3-3. راجع اللايف اللي انا كنت عامله من شويه وهتلاقي ان انا قلت الكلام دوت، ويا ريت الناس تشوف اللايف. ففي الدقيقه 62 غير الدبيس بكريم فؤاد تغييره بسيطه اللي هي مركز بمركز، مفيش اي حاجه. ممكن كريم فؤاد حس ان هو مجهد او حاجه. وبعد كده غير كوكا، عمل تغيير محمود بكوكا، تمام. وبعد كده نزل سفيان بن جديده بطاهر. سفيان بن جديده حته كريز بتاعت النادي الاهلي الجديده، لازم النادي الاهلي يحافظ عليه الفتره اللي جايه لان فعلا الواد ده كواليتي عالمي جدا. وبعد كده المدعو قفشه في الدقيقه 86 وما ادراك ما قفشه، وتغيير زيزو وحسين الشحات في الدقيقه 86. اكتر تغييرتين مهمين كانوا في اللقاء هم التغييرتين دول، قفشه وحسين الشحات. لو رجعت في اللايف عندي هتلاقيني ان انا قلت لازم ينزل قفشه وينزل حسين الشحات. ماشي. قبل حسين الشحات وقفشه ايه اللي حصل؟ في الدقيقه 69 تم احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي، وتم تسديد ركله الجزاء بطريقه ناجحه جدا من السيد احمد زيزو. شاطها بشمال حارس المرمى، وحارس المرمى من الناحيه الثانيه. وفي الدقيقه 90+90 مجدي قفشه يحرز هدف الفوز باسيست ولا اروع من سفيان بن جديده، وينتهي اللقاء 3-2. كل اللي انا بقوله لك ده حصل في ماتش كان مثير وعجيب، وكان فيه اخطاء تحكيميه. ومن ناحيه الاخطاء التحكيميه انا مش عايز اروح ليها، بس فاز من يستحق، فاز من قاتل في الملعب، فاز اللي عنده روح واصرار ان هو عايز يعمل حاجه في الموسم، مش زي ناس تانية. لو عجبك التحليل السريع يا ريت ما تنساش تعمل لايك فولو وشير. انتمائي معروف، بس في الاول وفي الاخر خلاص كل الانتماءات
في حته والتحليل المباريات في حته تانية. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وتكتب لي في الكومنت مين احسن لاعب ادى في خلال هذه المباراه. انا بالنسبه لي يعني بصراحه وانت هتستغرب اشرف بن شرقي. سلام يا اغلى الناس، سلام يا عالمي، سي يو سون، سلام.